تحذير من موضة السقف المعلق. مش كل شكل حلو ينفع لكل بيت. السقف المعلق بقى من أكتر الحاجات اللي بتتعمل في التشطيب، أشكال، مستويات، إضاءات وألوان. لكن المشكلة إن ناس كتير بتعمله من غير ما تفهم إن السقف المعلق مش بند مستقل. السقف المعلق مرتبط مباشرة بالإضاءة، الألوان، والإحساس بالمكان كله. غلطة واحدة فيهم تبوظ التلاتة مع بعض. أخطاء شائعة في السقف المعلق. أولاً، سقف معلق بدون سبب. كتير بيعمل سقف معلق لمجرد إنه موضة، من غير احتياج إنشائي أو سبب إضاءة أو معالجة ارتفاع، والنتيجة سقف واطي وإحساس خنقة ومكان أصغر من حجمه الحقيقي. ثانياً، ربط غلط بين السقف والإضاءة. أكبر غلطة بنشوفها إسبوتات كتير وتوزيع عشوائي. الإضاءة مش زينة، مش عدد. الإضاءة وظيفة وإحساس بالمكان. سقف معلق غلط يسحب الإضاءة ويكسر الظلال ويشوه المكان. ثالثاً، تجاهل لون السقف مع الإضاءة. ناس كتير بتختار لون سقف ولون حوائط، وبعدين تيجي تحط الإضاءة، والصح العكس. لون السقف مع درجة حرارة الإضاءة بيغير الإحساس المكان تماماً. لون فاتح مع إضاءة غلط يطلع باهت. لون غامق مع إضاءة غلط يطلع كئيب. العلاقة بين السقف المعلق زائد الإضاءة زائد الألوان. خليها قاعدة أساسية عندك. السقف المعلق هو الإطار، الإضاءة هي الأداة، والألوان هي اللي بتظهر النتيجة. لو واحدة فيهم غلط، النتيجة كلها غلط. إمتى السقف المعلق ينجح؟ السقف المعلق ينجح جدا لو ارتفاع المكان يسمع، لو في سبب واضح للتنفيذ، لو الإضاءة مدروسة، لو الألوان مختارة على أساس الضوء، لو التنفيذ هادي وبسيط. وأكتر الأماكن اللي ينجح فيها السقف المعلق: الريسبشن، المساحات الكبيرة، الفراغات المفتوحة. إمتى السقف المعلق يكون اختيار غلط؟ السقف المعلق ما ينفعش لو المساحات صغيرة، لو الارتفاع محدود، لو الإضاءة عشوائية، لو الهدف مجرد شكل فقط، لو مفيش رؤية كاملة للتصميم. ساعتها سقف بسيط جدا وإضاءة مظبوطة أفضل بكتير مليون مرة. الخلاصة: السقف المعلق مش بند تشطيب، ده قرار تصميمي، وما ينفعش يتاخد من غير ما نفهم الإضاءة، الألوان، وإحساس المكان. علشان تبني صح لازم تفهم إن الجمال الحقيقي في البساطة المدروسة، مش في التعقيد. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن إزاي تختار الإضاءة والألوان من غير سقف معلق أصلاً وتطلع نتيجة أفخم. تابع السلسلة أخطاء شائعة في البناء والتشطيب علشان ما تقعش في الغلط وتدفع ثمنه بعدين. ولو مهتمين بالمحتوى تابعوني، اعمل لايك، شير عشان غيرك يستفيد. اكتب في التعليقات أي شيء يخص المحتوى وأنا هجاوب عليه. في هوم ستيزون احنا مش بننفذ تشطيبات وديكور بس، احنا بنساعدك وبنحمي فلوسك.